السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل ناس كتير وبيسألوا فيه دايما: ايه هي أسوأ لغة برمجة ممكن نبدأ فيها؟ وهل فعلا في حاجة اسمها أسوأ لغة؟ تعالوا نشوف الموضوع ده مع بعض. بصراحة مفيش حاجة اسمها أسوأ لغة بشكل مطلق، كل لغة برمجة ليها استخداماتها ومميزاتها، لكن لو بنتكلم عن لغات ممكن تكون صعبة شوية للبداية، هنقول إن في لغة معقدة للمبتدئين ومش مناسبة خالص إن أنت تبني بيها أساسك البرمجة، فمثلا زي لغة السي بلس بلس. دي لغة قوية جدا وبقدر استخدمها في حاجات كبيرة زي الألعاب أو الأنظمة، بس إدارة الذاكرة فيها معقدة وبتحتاج تركيز كبير جدا، عشان كده المبتدئ ممكن يلاقيها صعبة ويحس بالإحباط. في لغات كمان زي الأسامبلي، دي بقى لغة منخفضة المستوى وبتتعامل مع تفاصيل الأجهزة بشكل مباشر، عشان كده المبتدئ هيلاقي الموضوع صعب جدا وممكن يحبط. في الآخر مش مهم تبدأ بأي لغة، المهم تبدأ بلغة بتسهل عليك فهم الأساسيات وتخليك تفهم البرمجة بطريقة مبسطة وسهلة وجميلة ولذيذة. فلو عايز نصيحتي ممكن تبدأ بحاجة زي البايثون، دي لغة بسيطة جدا وسهلة وهتفتح لك الباب لفهم حاجات كتير في البرمجة من غير تعقيد. لو عندكم بقى أي أسئلة تانية أو عايزين نصايح عن لغات تانية سيبوني تحت في الفيديو تعليق، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.